أهلا بحضراتكم. الإشاعات مش عشان الكلام خلص، لكن عشان الكلام بقى أخطر بكتير من زمان. بقينا عايشين في زمن الكلمة فيه مش بس كلمة، ده ممكن تبقى سلاح، ممكن تبني وممكن تهد وممكن تعمل حرايق. الإشاعات مش محتاجة دليل ولا مستنية حد يتأكد منها، بس هي محتاجة حد ينشرها أو يعمل لها إرسال. واحد يقول كلمة، التاني يزود عليها، التالت ينقلها، فجأة تكبر وتتحول من كلام عابر لحاجة ناس كتير مصدقاها كأنها حقيقة. في لحظة ممكن تكسر حد، تخوف ناس، تخلق مشكلة من لا شيء. مش كل الإشاعات هدفها سياسة، في إشاعات هدفها حاجة واحدة بس: الريتش، المشاهدات، اللايكات، الترند، أي حاجة تجيب تفاعل. ناس بتخترع خبر وتكبره أو تكتبه بطريقة صدمة، مش عشان الحقيقة لكن عشان الناس تتكلم. كل ما الخبر يخضك أكتر، كل ما نكون انتشاره أسرع. كل ما تتفاعل معاه، كل ما بتدي قيمة لحاجة ممكن تكون أصلا مش موجودة. الإشاعات مش جديدة، دي قديمة جدا، من زمان، من أيام ما كان الناس بيتجمعوا حوالين بعض في الأسواق وفي القرى وفي الجلسات. حد يحكي حكاية وحد يزود عليها وحد يصدقها وينقلها. يمكن كانت بتبدأ من خوف أو غيرة أو محاولة للسيطرة أو حتى مجرد فضول. الإشاعة زمان كانت بتمشي من ودن لودن ببطء شديد وبعدد محدود من الناس. دلوقتي الإشاعة ما بقتش بتمشي، دي بقت بتجري ويمكن بتطير. زمان كانت محتاجة وقت عشان تنتشر وكان ممكن تقف في نص الطريق. دلوقتي في ثواني بتوصل لآلاف وفي دقايق بتوصل لملايين. زمان كنت تعرف مين اللي قال، دلوقتي ممكن ما تعرفش أصلا الحكاية بدأت منين. زمان كان في فرصة تفكر، دلوقتي مفيش وقت غير انك تدوس شير وتنشر. طيب هي الإشاعات دي بتيجي لوحدها؟ مش دايما. في إشاعات حد بيصنعها وبيجهز لها وبيختار لها وقت عشان توصلك. هنا نتوقف قليلا. اللجان الإلكترونية مش مجرد ناس عادية، دي حسابات شغالة بنظام. تعليق هنا، بوست هناك، مئات الحسابات بتقول نفس الكلام بنفس الطريقة في نفس الوقت. تحس إن كل الناس بتقول كده، بس الحقيقة مش كل الناس. ده صوت معمول له إدارة. بيشتغلوا إزاي؟ تكرار تكرار تكرار، يلعبوا على مشاعرك، خوف، غضب، صدمة، يخلوا الخبر ينتشر بسرعة قبل ما تفكر تسأل هو الخبر ده صح ولا غلط. فجأة تلاقي الإشاعة بقت حقيقة لمجرد إنها منتشرة. الأخطر من كده إنك ممكن تكون جزء من الإشاعة دي وإنت ما انتش واخد بالك. بتنشرها، بتعمل شير، كومنت، تبقى ساهمت في نشر حاجة ممكن تكون غلط وممكن تكون بتأذي ناس تانية. طب نعرف إزاي إن دي لجان إلكترونية؟ بص على الصورة كلها، نفس الكلام بيتكرر في نفس التوقيت بنفس الأسلوب. حسابات شكلها غريب، ما فيهاش حياة حقيقية. ساعتها اعرف إن في حد ماسك الخيوط دي. طب نعمل إيه؟ قبل ما تصدق الإشاعة دي استنى، قبل ما تنشرها فكر، قبل ما تعمل أي حاجة اسأل نفسك: الكلام ده حقيقي؟ المصدر اللي ناقل الإشاعة دي موثوق منه؟ أنا كده بفيد ولا كده بأذي؟ لو حسيت إن الخبر معمول بس عشان يشدك أو يصدمك أو يخليك تتفاعل وخلاص، يبقى مؤكد وغالبا إن أنت المقصود، أنت الهدف. لو مش متأكد من الإشاعة دي اسكت. السكوت مش ضعف، السكوت مسؤولية. لازم نكون منصفين في وسط الفوضى دي. لازم ندي كل واحد حقه. في ناس شغالة عشان تحمينا. مباحث الانترنت ومكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بترصد الإشاعات دي وبتتبع مصادرها
وبتحاول توقف الضرر قبل ما يكبر ويأذيني ويأذيك. جهود كبيرة ورجالة فاهمة وبتشتغل، بس الحقيقة مهما كانت الجهود دي قوية، في دور أهم، دورنا احنا. أول خطوة في انتشار الإشاعة مش اللي كتبها لكن اللي صدقها، وأول سهم بيخرج منها مش صاحبها لكن اللي ضغط ونشرها. خليك واعي، مش كل اللي اتقال يتصدق، ومش كل اللي يخضك ده حقيقي. اسأل، فكر، استنى. لو مش متأكد من الكلام اسكت. السكوت زي ما قلنا مش ضعف، السكوت مسؤولية. هنا نتوقف قليلا. مش بس عن الإشاعات لكن عن نفسنا. هل احنا بنفكر ولا بننقل وخلاص؟ هل احنا بنحمي الحقيقة ولا بنساعد في ضياعها؟ هنا نتوقف قليلا. إلى لقاء آخر في حلقات أخرى قادمة.